كل سنة وانتم طيبين. الورق العنب الجديد طلع الكيلو ب80 جنيه. عربية كده بتيجي تبيع خضار وتبيع حاجات فيه. جبنا منهم شوية، هنشطفهم بنغسلهم بقى كلهم بالمية كده غسلة كويسة، وبعدين بعد ما نشطفهم هنروح بقى ايه نبتدي بقى نعمل التفريز بتاعهم. غسلنا ورق العنب وبعدين جبنا بقى شوية مية مغلية ونحط فيهم بقى ايه ورق العنب ده. هنحطه بقى ايه بتاع 5 دقايق كده. بعد ما غسلنا ورق العنب جبنا بقى ميه مغليه ونحط فيها ايه ورق العنب. نحط بقى كده، ما نقعدوش كتير، يعني دقيقتين كده على الوش دوت ودقيقتين على الوش التاني، نقلبه على طول عشان بالذات لما يكون لسه جديد بيبقى طري وحلو. حطينا ورق العنب، اول ما دبل كده مش هنطول عليه يعني هنروح شايلينه من الميه اللي بتغلي دي وحاطينه في ميه ساقعه من الحنفيه عادي عشان الدنيا ساقعه يعني الميه ساقعه. طلع بقية الكميه ونحطها في الميه الساقعه. بعد ما سلقنا الورق العنب خدناه دقيقتين كده في الميه المغليه وبعدين طلعناه في ميه ساقعه، ولما برد بقى رحنا ايه واخدين العروق بتاعته دي مقطعينها مرصصينه كده ايه على بعض، هنرصصه كوام كده وبعدين نعبيه في كيس ونحطه في الفريزر. طريقه سهله وبسيطه جدا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله علينا عام خير وسعادة ان شاء الله. طبعا احنا بقى ايه عملنا الورق العنب وفرزناه وعبيناه بقى في الكيس كده بعد ما قطعنا العروق بتاعته، نعبيه بقى في الاكياس ونيجي بقى نستخدمه، يبقى سهل جدا، يبقى موجود عندنا في البيت ولا مواد حافظة ولا حاجة، وطعمه بقى جميل جدا. كل عام وانتم بخير. بعد تفريزات رمضان الورق العنب، قبل كده عملنا الطماطم صلصة والسبانخ والبسلة والجزر. كل عام وانتم بخير. تفريز ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة. جبناه اهوت وفرزناه، سلقناه سلقة بسيطة يعني دقيقتين كده، وبعدين حطيناه في مية ساقعة وبعدين سيبناه ينشف. بعد كده بقى نعبيه في اكياس ونستخدمه بقى على قد الكمية اللي احنا عايزينها. كل سنة وانتم طيبين.